اهلا بيكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد، وصفة جديدة، وهنعمل النهاردة طريقة حلوة قوي للكبد والقوانص. معايا طاسة هحط فيها حوالي 3 معالق من السمنة. وممكن نحط زيت كمان، يعني سمنة وزيت. نزلت في الاول بالقوانص. طبعا نقعتها في دقيق وملح وزيت، وغسلتها كويس، وبعد ما غسلتها وصفتها قطعتها. نزلت بقى كده في الطاسة بالقوانص، ورشيت عليها فلفل اسود وهشوحها. وخلي بالكوا غطوا بقى الطاسة، علشان ايه؟ ساعات بتقعد تطرقع كده، عشان ما تبهدلوش الدنيا. كده خلاص، بعد ما شوحتها الاول. برضو الكبدة غسلتها كويس جدا في دقيق وملح وليمون. وبعد ما اتصفت قطعتها. لازم تقطعيها بعد الغسيل علشان فايدتها ما تروحش في الغسيل. حطينا بقى القوانص كده في جنب، وبعد كده اهي هنشوح الكبدة. هنشوحها لحد لما خلاص بقى مبقاش فيها ولا نقطة مية، وتتحمر كده. كده خلاص هي جاهزة معايا للاستخدام. هقطع بقى بصل في الكبة. يعني حوالي بصلتين كبار كده، اقطعهم في الكبة واشوحهم مع الكبد والقوانص. لو انت اول مرة بتشوفوني، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس، تختاروا الكل عشان كل ما انزل فيديو جديد يوصل لكم. نزلت بقى بمعلقة توم كده صغيرة، وهشوح برضو الكبد والقوانص مع البصل والثوم. اول لما اشم ريحة الثوم هنزل عليها بالبهارات بتاعتي. فلفل اسود وكمون وكزبرة، كل دي معلقة صغيرة. 7 بهارات. وهحط كمان معلقة من السماق حلوة جدا، بتدي طعم حلو قوي للأكل. ومعلقة من البابريكا، ومعلقة من بهارات الفراخ. بس كده، وهنقلبها بقى كويس جدا، وهنزل عليها بفلفل. عندك فلفل ألوان أو عندك فلفل أخضر، اضربيه في الكبة وانزلي بيه بقى على الكبد والقوانص، بيدي طعم حلو جدا. وريحته حلوة، ريحته وطعمه حلو. خلاص، هعمل بقى ايه في الكبة؟ حوالي 3 طماطميات كده. وهنزل عليهم بمعلقتين من الصلصة. وهقلب بقى كل المكونات دي كده مع بعضها. جربوا الطريقة دي، هتعجبكم جدا. ديت معلقة سكر صغيرة علشان الطماطم. جربوا بقى الوصفة، هتعجبكم جدا. نزلتها بقى ايه في حلة. ومعايا فريك غسلاه كويس جدا، نقيته الاول وبعد كده غسلته. ونقعته حوالي ساعة وصفيته من المية، ونزلت بالفريك على الكبد والقوانص. وهجيب مية بقى ايه، مية بس بغطي وش الفريك علشان ما يعجنش معايا. هسيبه بقى يغلي على نار عالية، وهملحه كويس جدا. طبعا الملح المناسب ليكي، ومكعب من المرقة. هقلبه واسيبه يتشرب على النار لحد لما يستوي خالص، اوطي عليه النار. وبقى بالشكل ده. جربوا بقى الطريقة، ان شاء الله تعجبكم.